بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن أسباب تبادل الحمل في المانجا تبادل الحمل أو المعاومة. معاومة يعني شجرة المانجا تريح سنة وتطرح سنة. الأسباب كالآتي: أسباب وراثية وفسيولوجية زي أشجار الزبدية بطبيعتها حاجة فسيولوجية، الشجرة بتريح سنة وتطرح سنة، ومع ذلك مع التأليم الكويس السنوي بنكسر المعاومة، بتطلع كل سنة، بس مرة تطلع كتير ومرة تطلع قليل. لو أهملنا فيها ما تطلعش خالص في السنة اللي بعدها. طيب يبقى المعاومة اللي بتروح وتيجي المانجا تطرح سنة وتريح سنة 3 أسباب: أسباب فسيولوجية زي في الزبدية فقط لا غير. طيب تاني سبب قلة التغذية. النبات المفروض يدخل على التزهير بمخزون غذائي سابق، وده اللي شرحناه كتير. قلنا اللي عايز تزهير في 2025 في 4 أو في 3 2025 يهتم بالتسميد من دلوقتي اهو، واحنا في 2024 يهتم بالتسميد كويس اللي خلال فترة الربيع ثم الصيف ثم الخريف، عشان ياخد انتاج كويس فين؟ في 2025. يعني الاهتمام والرعاية اللي احنا بنعملها دلوقتي من التسميد في الربيع ثم الصيف ثم الخريف هتاخد نتيجتها بصورة صحيحة السنة اللي جاية. النبات لازم يدخل التزهير بمخزون غذائي موجود جواه بالفعل، مش لما يجي يظهر اديله التغذية. طيب يبقى المعاومة أسبابها من ضمن أسبابها ليه؟ التغذية. طب إيه تاني من ضمن أسباب المعاومة؟ الشماريخ الزهرية وعملية التأليم، إنك ما قصيتهاش. تعالى معايا كده ثواني. أنت قلت كده في محاضرة. بصوا يا جماعة، ده شمراخ زهري أهو ظهر والتزهير كله فرطه، يعني التزهير كله نزل وما حصلش فيه عقد خالص نهائي، نتيجه ان هو اتصاب بالبياض دي او اتصاب باللفحه او اتصاب بالانساكنوز ايا كان الايه المشكله، او نتيجه قله المخزون الغذائي اللي موجود في الشجره. ما حصلش عقد، يعني ما بيش فيه حبايه زي دي، لازم يتشال عشان لازم يتشال دلوقتي حالا عشان يدي نموات جديده. النموات الجديده دي هي اللي هتعمل ايه؟ حالا على طول طبعا. ما هو ملهوش لازمه خلاص، هعمل ايه بيه؟ ما هو فيهوش ثمار، لازم اشيله دلوقتي. ده اللي بنسميه التأليم اللي بيتم في شهر 5. المانجا بتتألم المفروض احنا بنأجله في 5 عشان لو في ثمار، انما ده خلاص ما فيهوش ثمار هنشيله دلوقتي حالا. ده لما هنشيله هنقطعه، بنقطع ادي الشمراخ اهو الزهري بدايته هنا اهي، وادي الطرف اهو ادي بدايته اهي، العقده دي اهي، شايف يا حازم؟ اهي العقده اهي. ايوه العقده دي هنقطع تحتها على طول. تعالى قص كده، انت اللي معاك المقص بس اقعد تشيل صباعك. بص لما اقص ما اقصش بين ورقتين، ادي ورقه وادي ورقه، لا اقص فوق الورقه، يا اقص فوق الورقه دي يا فوق الورقه دي. وادي الشمراخ اهو العقده اهي، خلاص بنزل تحت العقده اهي، تحت العقده كده على الورق اللي تحتها على طول، وبقص تحت دي او دي، قص تحت دي فوق منها في مكان صباعي. لا اطلع لفوق شويه، ايوه قص يلا. هات الشمراخ ثاني، خلاص انت قصيت الورقه مش مشكله، قص لي هنا بقى، شيل الطرف ده برضه، خلاص قص هنا. امسك لي انت ده كده، امسكوا لي كده، استنى هات لي المقص، نزل لي الطرف لتحت، سيب لي المقص خالص. خلاص اهو ادي اهو، في ورقه الناحيه الثانيه اهو، ثواني كده اهي فوق الورقه اهي اهو، ادي الشمراخ اهو، شوف قصين فين اهو. الولد اللي هيجي ده بقى فاهم الكلام ده؟ هيطلع كل طبعا الفنيين اللي بنبعتهم فاهمين كل ده، مدربين. كل ده هيطلع عندي نموات جديده تحت ابط الورقه، يعني ابط الورقه دي هيطلع نمو هنا جديد. النمو الجديد ده على ما هيجي شهر 12 اللي جاي هيكون كبر واستوى، يطلع بقى بتاع زي الفرشه كده خلاص، وهيطلع معايا تزهير ان شاء الله في 3 2025. الشمراخ الطراح بتاع المانجا، الطراح بتاع المانجا اللي بيطلع التزهير لازم يكون الطراح اللي هيطلع عليه الشمراخ الزهري خلاص عمره من اول 6 شهور لغايه سنه. اللي اصغر من 6 شهور مش هيطلع شمراخ زهري، واللي اكبر من سنه مش هيطلع شمراخ زهري. ليه؟ حاجه فسيولوجيه في النبات اللي هي بنسميها العمر الفسيولوجي للتزهير. الصغير ما بيخلفش والكبير خالص ما بيخلفش. النبات نفس القصه زي البني ادمين، الصغير خالص ما يخلفش والكبير خالص ما يخلفش. فاي طراح في النبات بيبقى ليه عمر معين عشان يظهر عندي. يبقى المانجا عشان تطلع الشمراخ ده اهو لازم يكون الطراح ده اهو، اللي هو ده اللي اهو، ده مش ده اللي طلع الزهره اهي، خلاص لازم يكون الطراح ده اهو، ده يكون عمره من اول 6 شهور لغايه ايه؟ لغايه سنه. الاكبر من سنه مش هيظهر، واللي اقل من سنه
مش هيزهر. طيب ايه اللي ممكن نعمله دلوقتي برضه؟ اي فرع زي كده اهو، خلاص زي ده ما طلعش عندي ايه؟ مش حاجة. ما طلعش تزهير خالص اهو، بص طالع مسكيه كده منه- كويس. هي دي بتبتدي كده. لا ملناش خلاص، ده لو قعد للسنه اللي فاتت هيبقى عجز مش هيطلع برضه، يبقى نيجي هنا اهو وروح ايه، ده ما طلعش خالص اهو، امسكيه كويس كده، هنيجي هنا وايه اهو وروح قصين، ادي قصيت انا اهو، وفي كمان مرض هيطلع حشرات قشريه، هيطلع نموات جديده. النموات الجديده دي هي اللي هتشيل معايا طرح الايه السنه اللي جايه. عد معايا من دلوقتي من اول شهر 5 لغايه شهر 10، ادي 5 شهور و11، ادي 6 شهور كده. الفروع دي هتبقى دخلت في العمر الفسيولوجي وكبرت اللي ظهر عندي. ده من ضمن اسباب المعاومه. يبقى من ضمن اسباب المعاومه هي عمليه التأليم اللي لابد تحصل في اي شمراخ زهري فرط عندي وما بعد الجمع. يعني ايه ما بعد الجمع؟ يعني انا الثمره دي استاذنك دي واحده خلاص عقدت عندي اهي، خلاص دي عقدت عندي اهي، كل المانجا دي هتطلع. الحبايه دي عقدت عندي اهي، عقدت وكملت معايا خلاص لاخر الموسم وكلتها. اعمل ايه بعد ما اقطفها في نفس اليوم؟ خلاص هاجي برضو هنا امسك لي كده ده اللي تحت كده، امسكيه كده ايوه من هنا، خلاص هاجي ادي الشمراخ اهو وادي العقده اللي في الشمراخ اهي خلاص هاجي هنا واروح ايه اقص اهو. انت هتقص اللي طالعه؟ لا ازاي هقص يعني؟ طيب خلاص اهو، خلاص هاجي هنا واقص اهو، ادي الشمراخ اهو وادي العقده بتاعته اهي ايوه باين دي فتحه حتى ايوه شوية. اهي العقده اهو. فاتح العقده دي على- بتبقى بين كل شمراخ والاخر، يعني ادي شمراخ وادي عقده تانية اهي خلاص. لو ده اهو ادي طرحه وادي عقده برضه اهي خلاص. يبقى هاجي هنا بعد ده ما تستوي الحبايه اللي عندي، الحبايه استوت خلاص وكلتها، برضه اروح اقصص هنا اهو فوق الورقه مباشره، انزل تحت العقده ب5 سم، ادي العقده اهي وادي 5 سم واروح اقص، هتطلع نموات جديده هتشيل معايا لسانه برضه ليه وهكذا. يبقى عمليه التأليم مهمه جدا 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 في المانجا، وهي من اسباب المعاومه. لا بص دي بقى مليانه بجد.